لما اختي ماتت بابا لقيته بيعرض عليا اني اتجوز جوز اختي. وبعد ما اتجوزته اول ليله ليا في نفس الشقه، جات لي اختي وهي بتعيط وبتقول لي هو انت نايمه فوق قبري؟ هنا استغربت من الحلم، وللاسف اللي اكتشفته بعد كده كان مفاجاه لينا كلنا. قبل ما احكي الحكايه واقول لكم ايه اللي حصل مع اختي وماتت ازاي وعرفت هي مدفونه فين، طبعا لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بدايه الحكايه من اب لا يملك في الدنيا الا بنتين توأم، كبرهم وعلمهم احسن تعليم، لحد ما في يوم بنت منهم اتقدم لها عريس. العريس ده حالته الماديه كويسه وكان مستور الحال، كان في الوقت ده موظف، والاب راح سأل عليه وعرف انه انسان محترم والناس كلها كانت بتشكر فيه. البنت وافقت عليه وحددوا ميعاد الفرح، وبعد ما اتجوزوا خلال سنة تقريبا ربنا كرمها ببنتها. بس خلال السنة دي مراته لاحظت ان حالة المادية بتاع جوزها اتغيرت، بدأ يغير العربية وجاب عربية أحدث موديل، وكمان جاب شقة تمليك. ومن هنا راحت سألت جوزها، قالت له أنا شايفة إن الفلوس بقت معاك كتير جدا لدرجة إن غيرت العربية وجبت شقة جديد، والمعروف إنك موظف بتاخد مرتب كبير بس مش بالشكل اللي أنا شايفاه ده. ساعتها رد عليها وقال لها انا بعمل شغل بجانب الوظيفه وربنا كرمني من الشغل ده بفلوس كويسه. وهي قاعده في امانه الله في يوم لقيته بيكلم واحد في التليفون وبيتفق معاه على صفقه مشبوهه عن طريق الوظيفه بتاعته. واول ما سمعت ده واجهته قالت له انا مش هنفع اعيش معاك لانك انت كده بتاكلنا من فلوس حرام. في الوقت ده قعد يفكر لحد ما قال لها خلاص يا ستي انا مش هعمل كده تاني وحقك عليا، وانا والله هتوب الى الله ومش همشي في الطريق ده تاني. وطبعا علشان هي بتحبه صدقته. وهنا قال لها خلاص انا ناوي اطلع عمره وهاخدك معايا علشان استغفر ربنا على الطريق اللي انا مشيت فيه، وربنا ان شاء الله يتوب عليا. بعدها فرحت طبعا ان هو خلاص رجع لعقله وان هو هيمشي في الطريق المستقيم زي ما هي اتربت طبعا على الحلال لان باباها كان راجل متدين. بعدها سافروا مع بعض وعملوا العمرة. شوية كده لقيته بيطلب منها بيقول لها ايه رأيك نعمل لأهلك مفاجأة وننزل قبل ميعادنا؟ في الوقت ده هي وافقت وقالت له خلاص مفيش مشكلة. بعدها نزلوا في اليوم اللي نزلوا فيه قال لها خلاص بلاش نروح لهم دلوقتي، تعالي نبات في الشقة الأول وتاني يوم نعمل لهم المفاجأة. وللأسف دي كانت النهاية. هو كان مقرر ان هو يتخلص منها علشان فكر في الوقت اللي طلبت فيه الطلاق انه لو طلقها هتروح تقول لأهلها على اللي حصل ما بينهم، وفي الوقت ده طبعا هيفضحوه وممكن يتسجن. وهنا قرر ان هو يتخلص منها، وفعلا اتخلص منها. وتاني يوم اتصل على ابوها علشان يبلغوا ان هو وهي عملوا حادثة والعربية اتقلبت بيهم هناك في السعودية. وهو طبعا منهار ومش مصدق نفسه وهو بيكلم ابوها. الاب ما خدش باله من اي حاجة غير المصيبة اللي بيوصلها له جوز بنته. وطبعا هنا الاب قال له انت هتعمل ايه؟ وهنا قال له خلاص انا خلصت الاجراءات بتاعتها وهدفنها في المكان هنا، مفيش اطهر من المكان ده ممكن تدفن فيه. الاب طبعا ما خدش ودة في الكلام لانه كان منهار ساعتها، خبر نزل عليه كالصعقه وما كانش مصدق نفسه. وفعلا لما طلب منه قال له انت هتنزل امتى؟ قال له انا هخلص اجراءاتي كلها وهنزل بعد 4 ايام. بعدها فعلا جوز بنته جاله بعد 4 ايام وهو منهار وبيشتكي وبيقول انا مش مصدق نفسي على اللي حصل وبنتي كده هتتربى يتيمه، لدرجه ان ابوها انهار على انهيار الزوج. وقعد يقول له خلاص اهدى، ده قضاء ربنا وقدره ولازم نرضى بيه. وعدت الشهور والأب بدأ يفكر هيعمل إيه في البنت اليتيمة دي، لما شاف بنته التانية متمسكة بيها وخلاص هما تقريبا بقى حاجة واحدة. هنا قرر إن هو يجوزها لجوز أختها. وراح سأل بنته ساعتها وعرض عليها الموضوع وقال لها إيه رأيك تتجوزي جوز أختك؟ في الوقت ده طبعا وافقت البنت لأنها كانت بتحب بنت أختها جدا. ولما عرض نفس الموضوع على جوز أختها وافق في ساعتها. وفعلا بدأوا يحددوا الميعاد اللي هيتجوزوا فيه، وكانت أول ليلة ليها في بيت أختها. وهنا أول ما نامت لقت أختها جاية لها وهي بتعيط وبتقول لها هو أنت جاية تنامي فوق قبري؟ هنا قامت من النوم وهي مفزوعة، وطبعا كل تفكيرها إن الموضوع عبارة عن تهيؤات لأن الموضوع بالنسبة لها كان حساس إنها اتجوزت جوز أختها وكمان قاعدة في نفس المكان بتاعها. بس للأسف الحلم اتكرر أكتر من مرة، وكل مرة كانت بتقوم وهي مش عارفة تفسير للحلم. آخر ما زهقت راحت قالت لمامتها، وهنا الأم راحت كلمت باباها. الأب طبعا كان إنسان متدين وكان دايما بيصدق إن في رسائل بتيجي من العالم الآخر. وهنا بدأ يسأل الشيخ اللي في الجامع. الشيخ أول ما قعد معاه والأب فهمه الموضوع قال له بص، بما إن بنتك بتحلم بالحلم ده تقريبا كل يوم وما بتنساش أي حاجة منه، تأكد إن دي رؤية
وان دي رساله بنتك التانيه بتوصلها لاختها. طبعا الاب في الوقت ده استغرب، ايه الرساله اللي بنتي عايزه توصلها؟ هنا الشيخ بدا يسال الاب، هو بنتك ماتت ازاي؟ الاب حكى له، قال له ده هي ماتت في حادثه في السعوديه. قال له ايش عرفك انها ماتت وعرفت منين؟ هو في اي اوراق تثبت ده؟ الاب قال له لا، انا صراحه كلمته ساعتها والخبر كان نزل عليا، ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتكلم في ايه، وبعدها جالي وانا ما سالتوش على اي حاجه. في الوقت ده الشيخ قال له لا، حاول تعرف الدنيا فيها ايه، وحاول تعرف بنتك ماتت ازاي، وبالتاكيد في اوراق بتثبت ده. في الوقت ده الاب شك في الامر، وراح سال جوز بنته وقال له فين الاوراق والاجراءات اللي انت خلصتها بره؟ في الوقت ده جوز بنته رد عليه وهو بيتلجلج وقال له انا من كتر الصدمه انهارت هناك وما خدتش بالي من اي حاجه، لدرجه ان انا نسيت الورق ومعرفش هو فين دلوقتي. طبعا الاب قعد يحوم عليه ويساله اسئله كل يوم علشان يستفسر على الموضوع، وكل ما كان بيساله سؤال كان بيتهرب منه، لحد ما الاب خلاص كده ايقن ان في شيء غلط في الموضوع. وهنا قرر انه يروح يعمل محضر علشان يعرف بنته فين بالظبط. ولما عمل المحضر الضابط راح ساله كام سؤال، قال له هو جه امتى من السفر؟ الاب قال له على الميعاد اللي وصل فيه. والوقت ده الضابط اخذ المعلومات وخد كل بيانات الزوج وبدا يسال وبدا يعمل تحريات. وهنا اكتشف ان كل كلام الزوج كان غلط، وانه نزل مصر قبلها تقريبا بيومين، وكل المكالمات اللي كان بيتكلمها مع الاب كانت من جوه مصر. وهنا امر بالقبض على الزوج. واول ما قعد معاه علشان يحقق في الموضوع، الزوج اعترف على طول وان هو اتخلص منها علشان انها كانت ممكن تتطلق وبعد كده تفضحه قدام اهلها. فقرر ان هو يخطط ويعمل ان هو ياخدها عمره، بعد كده ينزل هو وهي ويتخلص منها ويفهمهم انها ماتت هناك في السعوديه. ولما سالوه عن الجثه هنا كانت المفاجاه، قال لهم بعد ما خلصت عليها دفنتها في اوضه النوم تحت السرير. وطبعا علشان محدش راح الشقه ولا حد كان بيدخلها، فضل يهوى فيها وقعد بره الشقه بحجه ان هو متاثر بعدم وجود مراته، واجر شقه بعيد، وكانت دي حجته قدامهم لحد ما الموضوع اتنسى وعدت تقريبا سنه وبدا يتجوز اختها. وطبعا في الوقت ده كل معالم الجريمه تقريبا اختفت. بعد اعترافاته للاسف كانت مفاجاه البنت وباباها، وسبحان الله رؤيه ورساله جايه من العالم الاخر كشفت جريمه كامله وعدى عليها تقريبا سنتين. يعني ممكن ما كانش بان لها اي اثر، بما ان الاب صدق كلام الزوج ويتاكد ان بنته خلاص اتدفنت هناك، وعمر ما كان تيجي في دماغه ان ممكن تكون بنته مدفونه تحت السرير في اوضه النوم بتاعتها لولا الحلم والرؤيه اللي شافتها بنته التانية. ودي كانت حكايتنا النهارده. لو عجبكم الحكايه يا ريت تقولوا في الكومنتات، ولو حد عنده اي حكايه زي اللي بتوصل لنا كده يقول لنا عليها في الكومنتات. خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.